الاعتزال وكيف أن القرآن ينظر إليه، سنقول بأن والله موضوع الاعتزال له ضوابطه وله أيضا شروطه، وموضوع المخالطة أيضا لها ضوابطها ولها مخالطتها. لكن في البداية دعنا نؤكد بأن المخالطة والاعتزال كلاهما مبني على تحقق المصلحة في هذا وفي هذا. فبعض الناس يشعر بأن مصلحته الدينية والدنيوية في المخالطة، وشخص آخر يشعر بأن المخالطة تفسد عليه دينه ودنياه، هكذا الموازنة بين. والناس في طبائعهم ليسوا سواء. من الناس من آتاه الله قدرة على التحمل، على الصبر، على الأخذ، على العطاء، وشخص آخر ما عنده هذه القدرة، وبالتالي سيذهب إلى أن يعتزل الناس. لكن سنأتي إن شاء الله ضوابط الاعتزال، وإذا قرر الإنسان الاعتزال، وهل الاعتزال أصلا يمكن أن يكون كليا أم يكون جزئيا، ودي كلها على كل إن شاء الله يمكن أن نأتي إليها في سياق الحلقة. بارك الله فيكم على هذا الاستهلال ويعني التفريق ولكل منهما ما يلزمه. لكننا ما دمنا في بداية الحديث لعل كمدخل يعني أن ننظر إلى يعني اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بداية أمر الدعوة، وهذا الاعتزال يعني كحالة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون أيضا حالة ربما أيضا بما يتناسبها من يعني حالات مثلا أهل الفضل أو الإنسان ذاته في نفسه كحالة يحتاج إليها. لعل يعني أن نبين كيف كان أثرها، أهمية هذا الاعتزال في هذه المرحلة يعني للنبي وهو يتهيأ لحمل الرسالة، وكذلك هذه الحالة لمن ممكن أن يعني تكون حالة اعتزال هذه المدخل لها أو الحوجة إليها ذاته في حياتنا اليوم، اللي يعني ممكن كأهمية ونوع من ربما إنسان يلجأ إليها من تربية أو من هذه المعاني. بارك الله فيكم. قبل أن ندخل على اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم واعتزال عموم الأنبياء، خلينا نقول بأنه القرآن الكريم عندما عبر عن مفهوم الاعتزال كما في قوله تبارك وتعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، مش كده؟ يعني بعد أن احتك إبراهيم عليه السلام وكذا وشعر بأنه الموضوع خلاص لا سبيل إليه، هذا يؤكد لنا المعنى الذي ذهبنا إليه في بداية الحلقة، وهو أن الأنبياء الأصل من لحظة الرسالة، الأصل عندهم أن يخالطوا الناس ويحتكوا بهم ويدعونهم. ولذلك لو تتبعت سيرة الرسل جميعا، مثل مثلا ما قاله نوح عليه السلام في سورة نوح: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، مش كده؟ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هنا هذا نموذج نوح عليه السلام يعطينا أن الرسول منذ لحظة الرسالة فهو يتعامل بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه. لكن إذا كان هذا هو الأصل في الرسل، لكن لا ينفي أن لكل رسول شكل من أشكال الاعتزال الجزئي سآتي إليه. خلينا الآن نعود إلى اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم. اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيء الرسالة هي حالة تأمل وتدبر وتهيؤ نفسي، وهي حالة نفرة فطرية من الواقع الذي كان يعيش فيه عليه الصلاة والسلام. هنا لم تكن أمامه رسالة ولم يكن مأمور بأن يعتزل، ما أمره الله بذلك، ولكن يعني بعض الناس سبحان الله ينظر إلى الواقع الذي هو فيه فيشعر أن هذا الواقع لا يعبر عنه ولا يمثله، وأنه بحاجة إلى أن يخلو بنفسه وأن يخلو بربه وأن يتأمل في أحواله. ولذلك أن قالوا كان يتحنث عليه الصلاة والسلام، وهذا التحنث ربما كان له علاقة بشريعة إبراهيم عليه السلام. لكن ما يهمنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة على وجه التحديد كان يذهب إلى الغار ويقف متأملا مع ذاته مع نفسه، متأملا في عالم السماوات في عالم الملكوت. وهذه كثير من الرسل ربما يمارسون هذه الحالة، كما كان إبراهيم عليه السلام كان أيضا يقلب وجهه ويقلب نظراته في ملكوت السماوات والأرض وصولا إلى مسألة اليقين.
فالنبي صلى الله عليه وسلم صحيح مر بفترة الاعتزال، لكن منذ لحظة يا أيها المزمل ويا أيها المدثر النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه اعتزل الناس وتركهم وأحوالهم، لا، لكن سآتي إلى أنه له اعتزال خاص، له كان اعتزالا خاصا. فمثلا النبي منذ لحظة اقرأ بدأ يدعو الناس ويخالط الناس ويدعو الناس، يدعوهم أفرادا، يدعوهم جماعات، يتكلم في اللقاءات العامة، يأتيهم في الحرم، يذهب إليهم في لقاءاتهم القبلية، يذهب إليهم في أسواقهم، يذهب مهاجرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ لحظة الدعوة خرج من موضوع الاعتزال الذي ربما نفهمه الآن بأنه يذهب الإنسان معتزلا للخلق منزويا في زاوية من الزوايا أو في شعب من الشعاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الرجلين أفضل. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أفضل، قال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قيل ثم أي؟ قال ورجل معتزل في شعب من الشعاب يكفي الناس شره، يكفي الناس شره. فإذا أنت أمام معادلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، ومعادلة أنه إذا لم تكن في هذه الحالة أن تبتعد عن الناس وتقيهم تقيهم الشر. والاعتزال هذا هو المعنى، مفهوم الاعتزال إذا رأيته في اللغة أو رأيته في النصوص الشرعية هو حالة التنحي والابتعاد عن مخالطة الناس. وفي القرآن الكريم نلاحظ بأن هذا الاعتزال إما أن يكون اعتزالا قلبيا وجسديا، وإما أن يكون اعتزالا قلبيا وليس جسديا، وإما أن يكون اعتزالا جسديا وليس قلبيا. يعني هذه الخيارات المتاحة للإنسان، وكلها واردة سبحان الله في كتاب الله تبارك وتعالى. فمثلا عندما يقول إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، نعم، وأدعو ربي، أو أعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي وعسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فهذا ربما كان شكل من أشكال الاعتزال القلبي حتى ولو خالطهم، لكن وكذلك لنا في إبراهيم عليه السلام الأسوة في قضية البراءة من الكافرين والمشركين. نعم. كذلك هنالك حالة الاعتزال القلبي والبدني كحال الفتية في سورة الكهف، اعتزلوهم وما يعبدون. نعم. فذهبوا عن المجتمع كله. وهكذا. ويمكن للإنسان أيضا أن يكون معتزلا بقلبه حاضر بجسده، هذا شكل من أشكال الاعتزال. يعني ممكن للشخص أن يكون مخالط الناس ولكنه بقلبه سارح في ملكوت السماوات والأرض، يتدبر، يتفكر، يذكر الله، مستحضر، وبالتالي ربما أحيانا كثير مما يخوض فيه الناس ولا يعنيه، وربما يكون في حالة أخرى، مثل أن يكون الإنسان في دعوة من الدعوات أو في لقاء عام ينتظرون مثلا وليمة من الولائم، فتجد الناس يضجون بالحديث وشخص تجده حاضر معهم بجسده ولكن معتزل لهم بقلبه ومبتعدا عنهم. هذه كلها من الأشياء اللي لا بد أن نستحضرها في موضوع الاعتزال والمخالطة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يعني إذا يعني تقرر هذا ومراعاة يعني حقيقة الإنسان فضيلة الشيخ، يعني يعني بماذا نوجه؟ يعني هل وما هو الأفيد؟ هل الخلطة يعني هي الأصل فالإنسان يلزمها أم حقيقة عندما تكون كذلك أوضاع ربما يعني الإنسان يجد نفسه فيها غريب فتضيق نفسه فيعني يعتزل، أم لكل يعني حال ما يناسبها؟ لعل لو حدثنا الناس، لأن البعض قد حقيقة يضيق به صدرا أوضاع يعني وربما يضيق ويعتزل، وربما هذه العزلة قد يعني تفيد أو لا تفيد. فلو حدثتمونا في يعني ما المطلوب الإنسان الأنفع له وما هو تدعو إليه الشريعة والدين، بارك الله فيكم. وطبعا من الصعب جدا أن نشير لكل الناس بحالة واحدة. أنا ذكرت بأن الإنسان سبحان الله في أحواله وفي طبيعته يتفاوت، وهنالك بعض الأشخاص الذين لهم طبائع معينة تنفع معهم قضية المخالطة، وأشخاص آخرين لا تنفع معهم قضية المخالطة يميلون العزلة. لكن خلينا نقول بأن والله الأصل التوازن. الأصل التوازن بمعنى أنك مهما اختلطت بالناس، وقلنا أن الاختلاط هو الأفضل وأن كذا ولها ضوابطها بطبيعة الحال، مسألة الاختلاط نفسها لها ضوابط ولها شروطها، لكن
لا يمكن للداعي إلى الله أو حتى المسلم العادي أن لا يكون له خلوة مع نفسه ولو لساعة في اليوم. يعني مثلا لما قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل اللي هو حمل الرسالة لا بد له من تهيؤ. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. لاحظ هنا كأنما الله تبارك وتعالى في بداية الدعوة في بداية الرسالة رب النبي عليه الصلاة والسلام وصنعه على عينه وصنع معه الجيل الأول اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين السابقين في هذه الدعوة، رباهم على أن قيام الليل فرض، وقيام الليل شكل من أشكال الاعتزال، انقطاع تماما عن الناس والاختلاع عنهم والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهذا ربما ما ينطبق مع قوله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله. فالمسلم بحاجة إلى لحظات من الاعتزال في يومه في ليله أو نهاره. أنت محتاج إلى أنه والله أن تكون هنالك حالات من الخلوة. يعني بعض الناس سبحان الله لا يكاد يجد لنفسه مساحة نظرا لكثرة كثرة المخالطة. هذا لا نستطيع أن نقول والله هذه حالة سوية. يعني شخص لا يجد مساحة لأن يقرأ من كتاب الله، شخص لا يجد مساحة لأن يعمل أذكار الصباح والمساء، شخص لا يستطيع أن يجد مساحة للتأمل في حاله، شخص لا يجد مساحة للمراقبة التي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يعني اللي هي المراقبة اللي تكلم عنها الإمام ابن القيم في كتاب المدارج، وهو أن يقف الإنسان في نهاية يومه مع نفسه، خلوة شكل من أشكال الاختلاء والاعتزال، ولا تستطيع أنت مخالط الناس أن تقوم بهذا. إذن أنت بحاجة بين فترة وأخرى إلى الاعتزال. ولذلك نلاحظ حتى ونحن نتكلم عن المخالطة وأهمية المخالطة، لكن ستأتي بأنه في لحظات تدخل فيها في الاعتزال الجزئي، مثل الاعتكاف، شكل من أشكال الاعتزال الجزئي. 10 أيام يدخل فيها الإنسان في الاعتكاف، وهذا أشبه ما تكون مدة سنوية يدخلها الإنسان إلى ليكون بعيد عن الناس، يحاول أن يكون في حالة اختلاء ولا يختلط بالناس إلا في لحظات الصلوات، ولا يكثر الكلام معهم ولا الحديث، وعنده وضعه الخاص. هذه حالة يمكن للإنسان أن يكون له الاعتزال يومي، كأن يدخل مثلا في ساعة من الساعات وينوي أنه والله هذه الساعة ساعة اعتكاف لا يريد أن يختلط فيها بالناس، فيدخل تعبد لله يدعو الله كذا. فالموازنة التي أريد أن أتكلم عنها هو إنه والله في اللحظة التي أنت تخالط الناس يجب أن لا يجرك ذلك إلى الاندماج الكلي مع الناس بحيث لا تجد لنفسك مساحة. وفي نفس الوقت أيضا لا نقول بأن والله الإنسان عليه أن يختلط، أن يترك الناس تماما ويذهب إلى شعب من الشعب، إلا في حالات في حالات الفتنة. هنالك أجواء مثلا تقوم فيها الحروب ويكون لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هذه الحالات ربما الاعتزال فيها أوجب والابتعاد فيها أوجب، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم لما تحصل الفتن يحاولوا أن يعتزلوا ولا يشاركوا في الفتن. وصحح ابن تيمية عليه رحمة الله هذا المذهب، مذهب الاعتزال عند الفتن وعند الاحتراب. لما يكون القتال بين المؤمنين الصحابة ما كان يشترك، كثير من الصحابة ما كان يشترك، كانوا يشتركون في القتال عندما يكون رايته واضحة في سبيل الله قتال الكفار كذا. هنا يظهر يقول لك والله ليس لي سيف يميز المسلم من غير المسلم، يميز الفاسق من غير لا، أنا أقاتل في قتال واضح المشروعية ولا أقاتل في قتال حوله مثلا. هذه حالات. أيضا بعض الناس يقول لك والله يا أخي أنا الآن في وضع لا أستطيع أن أتماهى مع هذا المجتمع الذي لم تنفع المخالطة فيه، صارت المخالطة تؤثر عليه. لكن في كل الأحوال نحن نقول بأن الإنسان عليه بالتوازن. نفس العزلة هذه التي يأخذها الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل معتزل في شعب من الشعب. لكن هذا الشيء من الشعاب أليست هنالك واجبات عليه؟ هذا الاعتزال نفسه الذي يعتزله الرجل لا بد أن لا يؤدي هذا الاعتزال إلى إنهاء الواجبات، مثل صلوات الجماعة، مثل بر الوالدين،
مثل صلة الأرحام، يعني عندك مجموعة واجبات مأمور أن تؤديها. فلا أو شخص مثلا يقول والله أنا أريد أن أعتزل فيضيع أبنائه من ورائه. يعني عندما تريد أن تعتزل الاعتزال الكلي، إنه والله خلاص تريد أن تغيب عن المشهد العام لفترة من الزمن، تريد أن تختفي، لا بد أن لا يكون ذلك فيه مضيعة لمن تعول، وليس فيه إخلال بالواجبات الشرعية، وليس فيه كذا. وفي نفس الوقت أيضا أن تكون الأجواء أجواء إيه؟ أجواء فتنة. أما في الوضع الطبيعي فالذهاب إلى المخالطة والذهاب إلى الاحتكاك مع التزود بطبيعة الحال، أن يكون الإنسان قويا، أن يكون مؤثرا، أن يكون قادرا على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن إذا لاحظ بأنه والله لا يفيد حضوره في شيء، هنا عليه أن يعتزل. هذا تقريبا ما ننصح به إن شاء الله. الله يفتح عليكم فضيلة الشيخ. لعل يعني في نظرنا إلى الواقع المعاش، يعني قد يأتي سؤال يقول يعني مثلا الإنسان بهذا المفاهيم الواسعة والحقيقة ينبني عليها التعبد لله عز وجل، الإنسان يعني من يخالط، يعني بعض الناس حتى مفهوم الخلطة يجعله لجماعة معينة، لفئة معينة من المجتمع، يعني بحسب الواقع الموجود. ففي هذا لعل وأفدتم ونصحتم بارك الله فيكم. وأيضا علاقة هذا الأمر بما عرف يعني في تاريخنا بمصطلح المعتزلة، من هي، ويعني أيضا لعل حتى لا يكون في توضيح أيضا في هذه الجماعة مثلا، والإنسان أيضا بمن يختلط، وأيضا لا يكون أيضا يعني يقصر نفسه دائما على أشخاص معينين أو على جماعة معينة أو على حزب معين. بارك الله فيكم. هو حقيقة موضوع المخالطة هنا نحن نتكلم عن المخالطة العامة. نعم. المخالطة العامة يعني مسلمين. أنت تخالط مسلمين وغير مسلمين في الأصل. جميل. لأن حتى غير المسلمين لهم عليك حقوق ولهم واجبات تؤديها نحوهم من الدعوة إلى الله وغير ذلك من الواجبات يعني. فحتى المخالطة التي نتكلم عنها ليست مخالطة مسلمين فقط، وخصوصا في مجتمع متداخل، يعني فيه مجتمع فيه مسلمين وغير مسلمين ومسالمين في نفس الوقت. هؤلاء عندك معهم احتكاك. وعند الاحتكاك عليك واجبات أيضا. يعني مثلا عند اللقاءات عامة لا بد أن تراعي بأنه والله أي مجلس من المجالس يستهزأ فيه بكتاب الله أو يستهزأ فيه بالدين أو يستهزأ فيه بأحكام الشريعة، هذا النوع من المجالس يجب أن تفارقها مباشرة حتى يخوضوا في حديث إيه؟ أيوه. يعني لا يمكن أن يكون دينك يهان ويستهتر به وأنت إيه؟ تسمع ولا تنكر. لا، رأيت منكر عليك أن تنكر. المخالطة واحدة من أثمانها الكبيرة هو أن أنت مكلف، ودي يمكن فائدة الاعتزال ذكرها الإمام الغزالي في كتاب الإحياء. يعني إن شاء الله ممكن نجيها قضية الفوائد. لكن المخالطة توجب عليك أنك إذا رأيت منكر تنكر. النبي يقول من رأى منكم منكرا فليغيره. أنت إذا اعتزلت ما في منكر تراه أصلا، مش كده؟ إذا اعتزلت الناس، فبالتالي أن المخالطة توجب أوامر، توجد أشياء منها التصويب والتصحيح والإنكار والتعليم لأن أنت كمسلم مكلف بهذه النواحي، فلا يجوز لك أن تصمت عن المجالس التي فيها المنكرات. وبالتالي هذا الجانب لا بد أن يراعى عند المخالطة. في نفس الوقت أيضا أشار الإمام الغزالي في كتاب الإحياء بأن الإنسان عليه في المخالطة أن يختار الصاحب. هنالك مقولة مشهورة يقولون الصاحب ساحب، أي يسحبك نحو أخلاقه ونحو طباعه والناس كذلك يحكمون عليك من خلال الرفقاء ومن خلال الأصحاب. فإن كانت الصحبة صحبة جيدة وصحبة خيرة يظن الناس بك خيرا، وإن كانت لا، الصحبة التي أنت تخالطها لا علاقة لها بالإسلام ولا بالدين ولا بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر ولا طلب العلم ولا كذا، طبيعي أن يقال والله هذا انظر إلى شاكلته، لأنه كما قال الله طبعا كل يعمل على شاكلته، فالإنسان يذهب في اتجاه المشابهة دائما. فهذه نقطة لا بد أن تراعى في أن الإنسان يختار الصاحب. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى نحسن هذا الاختيار ضرب لنا مثالا بقوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، مش كده؟ نعم. فحامل المسك إما أن تجد منه ريحا طيبة وإما يهديك، ونافخ الكير إما يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة منتنة. فصلى الله عليه وسلم في هذا النموذج، يعني أنت
الأصحاب الطيبون يشدونك دائما نحو الخير، أمرا بالمعروف، نهيا عن المنكر، التذكير والعلم إذا كان هنالك علم. والأصحاب والعياذ بالله الذين اتصفوا بالصفات السيئة أيضا يجرونك إلى ما أو أقل ما تجده منه أنك تتأذى منهم بما يخرج من مخالفات شرعية. فهذه فيما يتعلق بقضية حسن الاختيار للأصحاب. وفي مسألة الأصحاب أيضا لا بد الإنسان أن ينظر إلى الفوائد التي سيجنيها من مخالطته بالناس. نعم، بارك الله فيكم. نعم. جزاكم الله خير. ونحن حقيقة نواصل في يعني طرح هذا الموضوع جوانبه. ففضيلة الشيخ، لعل من المفيد يعني إن تقرر أن الإنسان يحتاج إلى جرعة الاعتزال، يعني ما الذي يرمي إليه لينال منه حقيقة مما فيها من معاني تربوية مطلوبة. ثم هذا الاعتزال أيضا يعني هل يراعى فيه؟ يعني الآن الإنسان قد يعتزل الناس، لكن أيضا كما نعايش الأجهزة هذه، يعني هذه الأمور أيضا يقع في ربما أضرار الخلطة حيث لا يشعر. لعل لو أفدنا السامع والمشاهد في هذا الجانب. بارك الله فيكم. نعم، نحن الآن بما أن الحلقة لها علاقة بالاعتزال وكذا، نحن نقول أول شيء العزلة تحتاج إلى ضوابط. العزلة لا بد فيها من ضوابط. أول شيء أن تكون محسوبة فيها النية. نعم. فأنت عندما تعزل الناس لا تعتزلهم تكبرا ولا طغيانا ولا تعاليا عليهم ولا أنك أنت شاعر بأن أفضل من الآخرين، لا، ليست. فالنية الصالحة أن والله أنا أريد أن أعالج نفسي، أريد أن أقف مع نفسي، أقف مع ذاتي. النية هذه معتبرة، إنما الأعمال بالنية. النقطة الثانية حسابات المفاسد والمصالح. يعني لا يمكن إنه والله بس أنا كده من غير ما أنظر إلى الحسابات المصلحية اتخذ قرار الاعتزال. أن يكون قرار الاعتزال أيضا مستصحف فيه الواجبات والمحرمات كما ذكرنا. يعني هل هنالك واجبات تضيع يعني بغيابك أو باعتزالك؟ هذه كلها فيما يتعلق بالضوابط لا بد أن نراعيها. لكن بالنسبة لفوائدها، ما الذي يجنيه الإنسان عندما يعتزل الناس؟ سواء كانت هذه العزلة عزلة كلية أو كانت هذه العزلة عزلة جزئية. وأكدت أنا مسألة العزلة الجزئية لا بد منها. يعني لا بد للإنسان أن تكون له حالة من العزلة الجزئية. يعني في 24 ساعة لا يعقل ألا يكون لك مع ربك وقت تعتزل فيه على الأقل لتقف فيه مع الذات. فأول ما يستفيده الإنسان في موضوع الاعتزال قضية التعبد والتنسك والتفكر والتأمل. هذه لا تكون إلا في أجواء الاعتزال. يقف الإنسان في هذا الوجود وما فيه وما عليه، يقف مع نفسه، يقف في علاقته مع ربه، يقف في علاقته مع الناس. صحيح. هذا الجانب لن تجده إلا بالاعتزال. المسألة الثانية البعد عن المعاصي والمنكرات. يعني عندك الآن كلما قللت المخالطة قلت الغيبة، قلت النميمة، قلت القيل والقال، قلت الفتن، مش كده؟ هذه كلها تقل. كلما أيضا قللت الاختلاط بالناس تخلصت من كثير من الأعباء وكثير من الأحمال، لأنه أنت اعتزلت الناس بما فيها. أنا ذكرت قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلاص أنت والله ابتعدت على الأقل عن الساحة التي يأتيك فيها التكليف كده. أنا لا أريد أن أعيش حالة المناكفات هذه، اعتزلت فابتعدت، على الأقل قل التكليف. صحيح أنت ربما لو خالطت الناس وصبرت عليهم هذا أفضل، لكن أيضا كفيت شر. أيضا من فوائد الاعتزال خصوصا لمن يكون في احتكاكه واختلاطه أذى وإشكالات وشرور، يكون كفى الناس شره. وهذا أقل مستوى، يعني أقل مستوى تجاه حقوق الآخرين أن تكفيهم الشر. إن لم يجدوا منك خيرا فلا يجب أن يحصل يعني تجاه الآخرين الشر. أيضا من فوائد الاعتزال تحقيق الإخلاص وتجنب الرياء. اختلاط فيها حالات حالات المراءة لا تكون إلا مع الاختلاط. أما من اعتزل الناس وبدأ يعبد الله غالبا تخف فيها إلا إذا قصد ابتداء باختلائه وعزلته أن يرائي، هذه قضية أخرى. لكن الأصل أن ما يقوم به في هذا الاعتزال، ماذا قرأ، ماذا فعل،
صام، صلى، كم فعل، ذكر، هذه كلها أحد يعرفها. سبحان الله. دواعي الإخلاص في حاضرة. دواعي الإخلاص حاضرة في هنا في الاعتزال. أيضا في فوائدها كما يقول الغزالي ترك مسارقة الطباع. يقول الصاحب ساحب. عندما تبتعد عن الناس أنت تصنع أخلاقك، أنت تقف مع بناء الذات بالشكل الذي تريد، لكن عندما تختلط مع الآخرين ستأخذ من طباعهم. تأخذ من طباعهم. فمثلا بعض الناس يحتك مع التجار أو يحتك مع السياسيين أو سميها ما شئت، ثم يتم التداول حول قضايا كثير منها غير مؤصل، يعني غير مؤصل من الناحية الشرعية، ويمرر ويتطبع به الناس كمخالفات شرعية. مثلا في الأسواق يراها رجال المال والأعمال رغم أنها مخالفة لكن يتواطؤون عليها، كذلك الساسة يتواطؤون على أخلاقيات معينة، على طباع معين، وهكذا. كثير من الناس هذه الطباع يتخلص منها عن طريق الاعتزال. أني والله أنا لا أريد أن أكون جزءا من الحالات هذه التي أنا في تقديري ليست مرضية بالنسبة لي. فهذه مسارقة الطباع هي حملة التأثير والتأثر. فأيضا يمكن لنا أيضا يقول الغزالي في أن الاعتزال يفيدك في قضية أن الناس يطمعون فيك أو أنت تطمع فيما عند الناس، وحتى تتخلص من الأذى الذي يمكن أن يترتب على المخالطة. كثير من المخالطة لها أذى ويصبر على أذاهم، مش كده؟ فأنت تخلصت من الأذى من خلال الاعتزال، وتخلصت من الحسد، وتخلصت من أن يقصدوك في شيء سيء. هذه كلها تتخلص منها، تخلص من منافستهم فيما هم فيه. فعلى كل الاعتزال له فوائده بلا شك، ولكن الاعتزال الكلي له ضوابط، وأما الاعتزال الجزئي لا بد من أن يكون الإنسان من حظ. الله يفتح عليكم، جزاكم الله خير. حقيقة لعل أن نختم بحسب ما يشير الأخوة. قبل الاعتزال بس معليش نسينا، هنالك طبعا فرق بين الاعتزال الذي نتكلم عنه هو المعتزلة المعروفين في التاريخ الإسلامي. جميل. المعتزلة هذه فرقة من الفرق عندها منظومة عقائد، وخصوصا موضوع التوحيد وموضوع العدل والمنزلة بين المنزلتين. عندهم 5 أصول تقوم عليها عقيدتهم، وأهم ما فيها هي فكرة التوحيد. والتوحيد أخطر ما فيها أنهم يقولونهم بخلق العباد لأفعالهم، وأن الله ليس خالق لأفعال العباد وكذا، يعني عندهم. ومسألة العدل يقولون بها أيضا من جزء من أصولهم، ويقولون كذلك بالمنزلة بين المنزلتين، وهم مرتكب الكبيرة. الخوارج يرونه كافر وهم يرونه لا هو كافر ولا هو مسلم، يعني عندهم أشياء. هؤلاء سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس مجلس الحسن البصري. كان أحد هؤلاء من مؤسسي المذهب لعله عطاء كان يجالس الحسن ويتعلم عنده، فلما اختلف معه اعتزل مجلسه. فالاعتزال هنا بمعنى التنحي اللغوي، فاعتزلوا الإمام الذي كانوا يدرسون عنده، واعتزلوا مجلسه الذي كان يدرس فيه، فسموا بهذا الاسم وسرى عليهم هذا الاسم. لكن هم ربما يسمون أنفسهم أهل العدل أو يسمون أنفسهم أهل التوحيد أو كذا يعني. بارك الله فيكم على يعني هذا الإيضاح. لعل يعني أيضا يأتي السؤال على وفق ما يعني فهمنا، يعني بارك الله فيكم من هذا الشرح وهذا التفريق في موضوع يعني كل من الاعتزال والخلطة. قضية الخوف الفتنة فضيلة الشيخ، يعني الإنسان إذا يعني هل يعني إذا خاف من هذه الخلطة يعني فتنة مثلا، هل هذا محمود أن يفارق ويعتزل؟ هو في لحظات الفتن الأصل والأفضل فيها ما دام هي فتنة إن صحت، أن لا بد لفظ الفتنة يكون محرر حتى لا يكون كل شيء بالنسبة للناس فتنة. يعني الفتنة هنا التي نتكلم عنها هو أن يختلط الناس والعياذ بالله في حرب أو في قتال، والقتال الراية فيه غير واضحة، كما في كثير من الأسف الشديد من أنماط القتال في العالم الإسلامي، أنها تقوم على القتال على المال، القتال على الجاه، القتال على القبيلة، هذه القضايا كلها. فيشعر المسلم بأن والله هذا القتال لا يمت له بالنسبة، لا ينجيه من النار ولا يدخله الجنة،
ففي هذا النوع من الفتنة لا، الأفضل والأوجب له إيه؟ اعتزاله. حتى قال الصحابة رضوان الله عليهم يمكن للإنسان أن يكسر سيفه ويعتزل. نعم. حتى لو جاءه من يريد أن يقتله لا يدافع. حتى وصلوا إلى هذه المرتبة من الأمر. ففي حالات الفتن بلا شك أن الاختلاط الاعتزال هو الأولى. في حالات أيضا أخرى قد تكون حالات عادية ليست حالات حرب أو حالات قتال، لكن مثلا في المناسبات العامة يتم دعوة الناس، ونحن نعرف مثلا أن القول فقهيا بأن إذا دعيت إلى زواج الأصل أنت الواجب أن تلبي. نعم. الدعوات عموما الدعوة الوحيدة الواجبة في أن أنت إذا دعيت يلزمك تجيب. نعم. هي دعوة مناسبة العرس. نعم. لكن يكون أحيانا بعض الزيجات فيها منكرات معلنة ومعروفة، فهنا أنت بين موازنة الحضور والنهي عن ما يجري، وإما الاعتزال، وهذه حالة اعتزال جزئي الآن. فالصحيح أن من كان بحضوره يزول المنكر أو يقل المنكر عليه الحضور. يعني مثلا إذا كان هنالك شيخ معتبر وقام معتبرة فبحضوره مثلا أقل شيء يعطل المنكرات 2 3 إلى 4 ساعات. معنى بحضوره لا يفعل. فيكون مر كثير من الناس في هذه الوضعية وهم يأكلون ويشربون ومرتاحين جدا، فحضور هذا ولو النسبي فهذا أفضل من اعتزاله وغيبته. لكن أحيانا بعض الناس يكون شيخ ومقدر وكل شيء لكن لا اعتبار لحضوره، لا يبالون بك. فهذا مقاطعتك أولى. لأنهم ماذا سيقولون؟ والله يا أخي نحن حضرنا الزواج الفلاني ومورست كلنا وفلان حاضر. سبحان الله. خصوصا أهل العلم أحوالهم ليست كغيره. فالعالم الذي يشار إليه وهو قدوة عند الناس وحضوره يشكل مشكلة ويعطي انطباع ربما خاطئ، هذا اعتزاله أفضل من مخالطته. وهكذا يعني الموازنة على كل بين قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى في صلة الأرحام أيضا لا بد من هذه الحسبة وهذه الموازنة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا التوضيح، ونشكر المشاهدين والمشاهدات الكرام على ما استمعتم إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا دائما بهذا الطرح العلمي الذي حقيقة يبصرنا في أمور ديننا، ونكون بإذن الله في أوضاعنا بإذن الله حريصين على أن يكون الاجتماع والخلطة فيه الخير، وكذلك الاعتزال يؤدي مقاصده التي استمعنا إليها. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. في ختام هذا اللقاء نشكركم المستمعين والمستمعات المشاهدين الكرام، ونشكر فضيلة الشيخ ما تفضل به. إلى أن نلتقيكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.